زي ما اتعودنا كل فترة كده بنحب نجدد في أكلنا، ونحب نعمل لأولادنا اللي هما بيحبوه. ايه هو اللي بيحبوه؟ صينية المطاعم زي اللي بتيجي من بره بالظبط. زي ما انتوا شايفين، عايزة اقول لكم ان الصينية دي معمولة بفرخة، يعني احنا مش مكلفين نفسنا. بفرخة واحدة هنعمل لهم الصينية. زي ما بيحبوها او زي ما بيشوفوها بره هنعملها في البيت بأقل تكلفة. كمان عايزة اقول لكم ان الفرخة بتاعت النهاردة دي مشوية تحت الشواية، يعني اللي هيشوفها هيقول ان دي مشوية على الفحم. شكل وطعم تحفة. كمان مش هيصدق ان انتي اللي عاملاها في البيت. ايه رأيكم؟ يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجة هنبتدي بيها هي الفرخة. طبعا الفرخة غسلتها الاول كويس جدا، وغسلتها بدقيق وملح وحطيت وكمان ليمون، وغسلتها كويس قوي لغاية ما نطفت معايا. بعد كده هعمل لها محلول ان انا انقعها فيه، عشان المحلول ده يمتص الدم اللي فيها، وكمان يطر معايا اللحم بتاعها، عشان ما تاخدش كمان وقت كتير في قلب الفرن ان انا اسويها وقت طويل. عندي هنا مية حطيت فيها معلقتين كبار من السكر، حطيت معلقة كبيرة من الملح، وعصرت ليمون. هنا انا بحب ان انا اعصر الليمون مش بقطعه شرايح، عشان عايزة المية تكون مطعمة بطعم الليمون عشان تمنع زفرة الفراخ. يعني لو قطعتي الليمون كده شرايح، المية مش هتبقى واخدة طعم الليمون، فانتي عشان اللي انتي تاخدي طعم الليمون اللي انتي تعصريه، وكمان ممكن تبشري كمان القشر بتاعه ده عشان ياخد اكتر، يعني المية تكون واخدة اكتر طعم من الليمون. بعد كده حطيت الفراخ وهسيبها منقوعة فيها، يعني مثلا 4 ساعات 5 ساعات. يعني اول حاجة يعني مثلا بتجيبي الفرخة بتغسليها وبعد كده تحطيها في المحلول ده. عايزة اقول لكم ان الخطوة دي انا بعملها قبلها بيوم، اللي انا بغسل الفرخة وانقعها وكمان اتبلها قبلها بيوم. ده بيساعد ان الفرخة بتكون طعمها حلو معايا. اولا المية هتمتص الزفارة بتاعة الفراخ، تاني حاجة التتبيلة من بالليل لتاني يوم هكون الفرخة شربتها. هسيبها بقى منقوعة من 5 ساعات ل6 ساعات. طبعا الفراخ هتحطيها في قلب التلاجة، مش هينفع ان انت تسيبيها بره. زي ما انتوا شايفين هتلاقوا لون المية غير. لون المية غير لانه امتص الدم اللي في قلب الفراخ، وكمان امتص الزفارة اللي في قلب الفراخ. هاخد الفراخ دي اغسلها تاني تحت المية، هشطفها، وبعد كده هحطها على مصفى ان هي تتصفى معايا. وهتشوفوا النتيجة بتاعتها دلوقتي، هتلاقوا الفراخ لحمها ابيض وزي الفل. الناس اللي بتشتكي من ريحة الفراخ ان بيكون فيها زفارة او طعم الفراخ بيكون فيها زفارة، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. هنخش بقى في التتبيلة بتاعت الفرخة. عندي هنا بصلاية متوسطة بشرتها ناعم جدا، وعندي فص ثوم واحد بس. انا مش عايزة اكتر من الثوم عشان ما تتحولش معايا الشاورما. حطيت عليها علبة زبادي، وهحط عليها بقى البهارات. عندي فلفل اسود، وبحب دايما احط الزعتر لاي تتبيلة فراخ، بيفرق في الطعم بتاعها. وطبعا ما ننساش الملح والبابريكا. عندي بابريكا، ممكن لو انتي حباها تكون الفرخة سبايسي ممكن تحطي شطة. وحطيت هنا نص معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، او ال7 بهارات او بهارات الفراخ. وكمان حطيت نص معلقة من الكركم. لو في عندك كاري ممكن تحطي كمان نص معلقة من الكاري. وكمان ممكن تحطي كمان معلقتين من المستردة، ده لو موجود عندك. مش موجود اكتفي بالتتبيلة اللي انا عملتها دي وهتبقى النتيجة بتاعتها تحفة. وزي ما اتفقنا فص توم واحد بس عشان ما تقلبش الشاورما معانا. هنا بعد كده حطيت على التتبيلة، حطيت شوية زيت عشان يطري الأنسجة كمان بتاعة الفراخ معايا. وبعد كده فرقت التتبيلة دي كلها مع بعضها، او خلطت التتبيلة دي كلها مع بعضها. وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتي انا ما قطعتهاش وانا بنقعها. ليه؟ عشان مش عايزة اللحم كله يكون شارب من المية او من الليمون اللي انا كنت عاملاه في قلب النقع. انا عايزه لحم الفراخ يكون محتفظ بالطعم بتاعه، انا بس مجرد اللي انا بشد الزفاره بتاعه الفراخ بس، لكن مش عايزه طعم الفراخ ان هو يتغير معايا. انا هنا بفتح الفراخ، عايزه صدر الفرخه يكبر معايا، وفي نفس الوقت عايزه اما اجي اسويها ما تاخدش وقت طويل معايا في قلب الفرن.
زي ما انتوا شايفين الصدر بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تحسوا ان هو كبر معانا. كمان الورك بفصل العظم من بعضه، عشان العظم ده ممكن ان هي الفرخة ما تستويش وتلاقوا دم ناحية العظم ده. فهنا الوراق بفتحها زي ما انتوا شايفين، وكمان الصدر بفتحه لجزئين. لو انتي ما بتحبيش الجلد سيبيه لغاية ما تخلصي الشوي بتاع الفراخ، وفي الاخر شيليه، لان ده اللي بيديلها لون حلو جدا وبيخليها زي اللي بتيجي من بره بالظبط. يعني في ناس هتقولك لا انا بشيل الجلد عشان انا مش بحبه، لكن لو انتي سبتيه دلوقتي وجيتي اللي انتي تشويها، الجلد ده اللي بيلون وبيدي معاكي كمان لون حلو، وكمان في نفس الوقت هيحافظ على طراوة الفراخ ان هي ما تنشفش معاكي. كمان بغرز بالسكينة عشان اضمن ان الفرخة تستوي معايا. انا مش عايزة اسيبها فترة طويلة في قلب الفرن، كل ده انا بعمله عشان ان هي تستوي معايا بسرعة، ما تاخدش وقت معايا في الفرن وتنشف معايا. بعد كده بجيب طبق البسه كده كيسة او احط في قلب منه كيسة، وبعد كده بحط الفراخ، وبعد كده بحط بقية التتبيلة طالعة بالظبط على قد فرخة بالظبط. بعد كده هربط الكيسة كويس جدا عشان ريحة التتبيلة دي ما تطلعش معايا في قلب التلاجة. اللي يجي يفتح التلاجة يلاقي ريحة توابل كده طالعة من التلاجة. وهسيبها في قلب الطبق. حتى لو انتي حطيتيها في كيسة، اتعودي ان انتي دايما تحطي طبق تحت الكيسة كده، لان ممكن الكيسة تكون مخرومة او مقطوعة وانتي مش واخدة بالك، وتلاقي التتبيلة نزلت من الكيسة وبهدلتلك معاكي التلاجة. هنسيبها بقى في التلاجة لتاني يوم، وتاني يوم هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا تاني يوم، جبت الشبكة اللي انا هعمل عليها الفرخة، دهنتها بالزيت. هدهنها من تحت ومن فوق، يعني الاول هرص الفراخ عليها. شايفين دي الفراخ اهيت، تحسوا ان هي نزلت مية كمان. هفرد بقى الفراخ، عايزاها ان هي تكون مفرودة، وكمان اساوي الجلد بتاعها، عشان الجلد بتاعها ده زي ما اتفقنا ده اللي هيحافظ على الطراوة بتاعتها، وكمان في نفس الوقت هيديها لون حلو. شايفين ما شاء الله الصدر بتاعها اما اتفرد بقى قد ايه. عايزه اقول لكم ان الصدر ده ممكن ياكل فردين مش فرد واحد اما تعمليه بالطريقه دي. ما شاء الله حتى لو قدمتيه الفرد بيكون بسم الله ما شاء الله، بيكون كبير كده وبيشرفك لو انتي عازمه حد. بعد ما خلصتها هحط الوش بتاع الشبكة، وهدهنه بالزيت برضو من فوق ومن تحت، عشان الفرخة ما تلزقش معايا. اللي بيخلي بقى الفرخة بتلزق معانا اللي احنا بنضغط الشبكة كويس، فبتلاقي الفرخة دخلت في الاخرام بتاعت الشبكة دي. عادي بعد ما تخرج من الفرن بصبعك كده نزليها تلاقيها نزلت بكل سهولة. هدخلها تحت الشواية. اول حاجة بعلي الشواية بس لغاية ما تسخن، وبعد كده بهدي النار اخليها وسط، لان النار لو عالية هتلاقيها لونت من بره ولسه جوه ما استوتش. فانا عايزاها تستوي من جوه الاول، وبعد كده الون وشها. فانا اخلي النار الاول وسط، يعني اول حاجه بس بعلي النار ان هي تسخني الفرن. بعد كده بخليها وسط ان هي تكون استوت خلاص من جوه. وبعد كده لو لقيتها احمرت واستوت من جوه خلاص هطفي عليها. لقيتها استوت من جوه ولسه عايزه وش تحمير، هعلي عليها شويه لغايه ما تاخد الوش التحمير واطلعها على طول. ما اطولش عليها في قلب الفرن عشان ما تنشفش معايا. على ما هي تستوي قلت اعمل رز اصفر. هنعمله بالرز المصري بتاعنا، مش هنكلف نفسنا. حطيت بصلايه بشرتها بالمبشره في الجهه الناعمه، عايزاها تكون ناعمه جدا. وحطيت عليها فصين من الثوم، وحطيت التوابل. حطيت حطينا اللي هي الكركم، وحطينا زعفران، وحطينا الليمون المجفف، وحطينا بهارات مشكلة، وحطينا كمان قرنفل. وعايزة اقول لكم ان البهارات المشكلة دي فيها الكوبيبة الصيني، وفيها كمان قرنفل، بس انا زودت كمان عودين قرنفل لانه كان موجود عندي. وبيكون فيها القرفة، وبيكون فيها الحبهان، وبيكون فيها الورق اللورا، بيكون فيها كل حاجة. دي بتكون معمولة في البيت. لو انتي مش واثقة ان البهارات دي موجودة في قلب منها، ممكن اللي انت تضيفيها عادي، او بلاش البهارات دي وتضيفيها كده في قلب منها كده، تكون ان هي صحيحة برضو بتدي لها طعم، وبتدي طعم حلو قوي للرز. او ممكن تجيبي بهارات كبسة وتحطيها بدل البهارات دي كلها، بس اهم حاجة هتزودي عليها الكركم وهتزودي عليها الزعفران. حطيت كمان عليها معلقتين من الصلصة.
الصلصة هنا بتدي لها لون وطعم حلو قوي. هنا انا غيرت في طريقة الرز، عايزة اقول لكم ان الطريقة دي بتكون حلوة جدا، احسن من اللي انتي بتحطي الرز وتديله تشويحة مع مع البهارات. لا، بعد ما البهارات اخدت تحميصة كده مع الزيت، حطيت عليها المية، واول ما غلت حطيت عليها الرز، وبعد كده بقلب. كده بضمن ان البهارات دي كلها دابت في المية، وما اجي اضيف الرز ملاقيش الرز حته كده ملونه وحته لا، او الاقي الصلصه مكلكعه في جهه وجهه لا، او الصلصه الاقيها تركست من تحت واجي اقلب الاقيها الرز اخد تسويه من تحت جامد، بسبب ان البهارات او الصلصه متركزه في قلب الحله من تحت. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. على ما الرز يستوي طلبوا مني ان انا اعمل معاهم، اعمل لهم كاتشب واعمل لهم توميه. انا عملت معاكم قبل كده الكاتشب السريع بيتعمل بكل سهوله. عندي هنا كوبايه من الصلصه، حطيت لها معلقتين كبار من السكر او 3 معالق على حسب الرغبه، وحطيت لها نص معلقه من الملح، وهتحطي توم باودر، بصل باودر، هتحطي بابريكا، هتحطي ربع معلقه كده من البهارات المشكله، ومكعب مرقه، وحطيت كمان عودين من القرنفل، وحطيت شوية من الزعتر. وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وما ننساش الخل، عندي ربع كوباية من الخل، واحطها على النار. انا هنا ما بضيفش النشا في الاخر الا لما بشوف الكاتشب ده محتاج ان انا اتقله ولا لا، لان اوقات بتلاقوا الصلصة بتكون تقيلة، وبتلاقوا الكاتشب مش محتاج ان انتوا تتقلوه باي حاجه. بس هنا انا لقيته خفيف، فجبت معلقه من النشا دوبتها بنص كوبايه ميه، وحطيتها على على الكاتشب عشان ان انا اتقله. بعد كده هفضل اقلب بقى فيها واسيبها ان هي تغلي بس غلوه، وبعد كده اسيبها تبرد. اسهل كاتشب واسرع كاتشب هتعمليه بكل سهوله، وطعمه تحفه. يعني ما بيفرقش اي حاجه من بره، ويعتبر اقتصادي، ويعتبر حاجه نظيفه انت عاملاها في البيت بدون اي مواد حافظه. هنخش بقى على تاني حاجة كمان طلبوها، هي التومية. برضو بعملها سهلة وبسيطة وخفيفة. عندي هنا كوباية من دي كوباية من النشا، هحط عليها 3 كوبايات من المية. انا ضفت كوبايتين بس، هضيف كوباية تالتة كمان دلوقتي. بعد ما هقلب الخليط ده مع بعضه، عايزة هنا النشا تدوب مع المية كويس جدا، هاخدها وهرفعها على النار. بعد ما دوبتها افتكرت ان انا حاطه كوبايتين، هحط عليها كوبايه، يعني كوبايه النشا يتحط عليها كوبايه 3 كوبايات من الميه. اي كوبايه، اهم حاجه الكوبايه تكون واحده. بعد كده هاخدها وهرفعها على النار لغايه ما يتقل معايا، عايزه الخليط ده يكون تقيل معايا. هنا حطيتها وهي على النار، حطيت معاها معلقه من الثوم. عايزه الثوم هنا ان هو يستوي مع مع النشا، عشان النشا تكون واخده طعم الثوم. هنا هفضل اقلب زي ما اتفقنا، ما نسيبهاش بقى على النار لان النشا فيها، عشان ما تكتلش معايا او تتحرق معايا. اول ما تتقل معايا هديلها كام تقليبه، برضو مش هطفي عليها على طول، عشان عايزه اسوي النشا، عشان ما احسش بطعم النشا وانا باكل. الغلطه اللي احنا بنغلطها ان هو اول ما بيربط بنقفل عليه النار او بنطفي عليه النار على طول. لا، افضلي قلبي فيه كذا يعني شويه كده لغايه ما تحسي ان النشا استوى معاكي. بعد كده هسيبها ان هي تبرد. على ما هي بردت، البطاطس كنت انا حمرتها، وعايزه اقول لكم ان البطاطس دي كنت انا برضو عاملاها قبلها بيوم، اللي انا مقطعاها ونقعاها في ميه وملح وسايباها. وعايزه اقول لكم ان دي بيديلها قرمشه، زي ما انتم شايفين لونها باين عليها ان هي مقرمشه. هنا خلاص كانت النشا كانت بردت، حطيتها في الخلاط. هحط لها شويه ملح، هحط لها شويه خل، حطيت عليها علبتين من الزبادي. وبعد كده هحط كمان عليها ربع كوبايه من الزيت، مش هكتر زيت، دي كلها معموله بربع كوبايه من الزيت. وبعد كده هاخدها اضربها معايا في الخلاط. طيب انا حسيت ان الخليط مثلا تقيل ومش عايز ان هو يتضرب معايا، ممكن ليه تضيفي لها نص كوبايه لبن لغايه ما تديك القوام اللي انت عايزاه. طب فرضا انا ما فيش عندي لبن، اعمل ايه؟ ممكن تضيفي نص كوبايه ميه، اللي موجود عندك مشي بيه. عايزه اقولك طعمها تحفه بالزبادي. ممكن بدل الزبادي ممكن اللي انت تعمليها بلبن على بعضها، يعني مثلا تضيفي كوبايه من اللبن لغايه ما تلاقيها اديتك القوام اللي انت عايزاه. اهم حاجه قوامها ولا هو يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، لانها هي لسه تعتبر دافيه، وكل ما تبرد كل ما تتقل معاكم. هنا كنت انا غرفت الرز، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الرز معايا مفلفل ومستوي، وعملناه بالرز المصري بتاعنا، حاجة اقتصادية وعلى قد الايد. وزي ما انتم شايفين الفراخ
شايفين ما شاء الله الصدر قد ايه، وشايفين لونه عامل ازاي، تحفة. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي مهما عملتوها مش هتشبعوا منها، ولا اولادكم هيشبعوا منها. اكلة خفيفة، يعني مش شرط بقى ان احنا نعمل الاكل اللي هو بيكون فيه صلصة وكده. هي بتمن الفرخة اللي احنا هنعمل بيها الصلصة وكده، هنجدد الاكل بتاعنا وهنعمل لهم الاكل اللي هم عايزينه. هنا عملت البطاطس، حطيت شوية بطاطس كده حوالين الفراخ، قلت بدل ما اشتري بطاطس اللي هي الشيبسي، قلت لا اعملها في البيت هتبقى اوفر وانضف. وحطيت كمان التومية، وحطيت الكاتشب، حطيتها في كوبايات كده صغيرة اللي انا ازين الصينية. ممكن لو في عندك اي اكل فايض في قلب الفريزر تطلعيه، زي مثلا طبق محشي اللي هو مثلا بتنجان فلفل، هتحطيه كده حوالين الصينية. ممكن لو عندك كفتة هتحطيها. انا اوقات كتيرة كنت بعملها بس بحاجة فايضة عندي في قلب الفريزر، مش بكلف نفسي وبعمل حاجة كمان جنب الفراخ. اللي موجود هنقضي بيه وهنفرح اولادنا بيه. ودي اكلة النهاردة اهيت، سهلة وبسيطة وهتفرح اولادنا. اكلتنا النهاردة الفراخ المشوية تحت الشواية، والله العظيم اللي هيدوقها مش هيصدق اللي انتي اللي عاملاها في قلب البيت. جربوها هتعجبكم بأمر الله. يا رب فيديو النهاردة يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.